انت متخيل انها ضاقت معاك، بس ما خدتش بالك انه كان قافل جيبك وفاتح قلبك، قفل اللي انت بتاخده في ايدك وفتح لك حنفيه دموع تحجب عنك نار جهنم. ما خدتش بالك ان شويه الدموع اللي وقفت تقول فيهم يا الله انت عمال تصرخ، متخيل ان ربنا مش سامعك وهو اقرب اليك منك؟ لا، ده سمعك وحسك. اللي انت بتطلبه هو على ربك هين، فيستجيب الله اما باجابه الكرامه فيعجل لك ما تطلب، او يستجيب باجابه التبديل فيعطيك خيرا مما تطلب، او يستجيب باجابه التاخير فيعطيك الاخره خير من الاولى. فيجي يوم القيامه العبد يلاقي قصور ودور وانهار. ربي انا ما فعلت شيئا لهذا. يقول لك تذكر دعوه كذا يوم كذا؟ نعم. تذكر دموعك يوم كذا يوم سالتني كذا؟ كنت املك ان اعطيك هذا كله وزياده ولا يعجزني شيء، لكن ادخرته لك كهكذا. يقول ربي ليتك لم تستجب لي شيئا في الدنيا. انت اوعى تقول ربنا حرمني حاجه انا عايزها. ده لطف بيك ورحمك من السؤال عليه، من التيه فيها، من الانشغال بيها. الله له غير على قلبك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. عارف انك ضعيف ويعلم احتياجاتك. انت شايف من زاوية احتياجك، بس احنا شايفين الصورة كاملة. عارف اللي انت بتعيط عليه ليل ونهار ده هو على ربك هين. شوف لما تاخد ابنك وتتمشى في السوق، وانت ماشي في السوق كده يجي ابنك مشاور على السكينة ذهب ويقول لك يا بابا عايز السكينة دي. يا عم انا اقدر اجيبها لك الماس، بس هديك سكينة تموتك ازاي؟ شفت الاماني اللي انت طول النهار عمال تعيط عليها دي عبارة عن ايه؟ السكينة الذهب اللي انت بتشوفها في الباترينا. في الوقت ده ابوك لطيف بيه وقوي وعزيز على انه يجيبها لك، يعني يقدر يدخل يشتريها لك بعزه، مش هيشحت، معاه فلوس ويشتريها لك وانت غالي عليه. احنا بنبقى كده واحنا بنخاطب ربنا. الواحد يقول لك لو ما اشتريتش ده هموت، لو ما توظفتش في الوظيفه دي انا خلاص حياتي هتقف. بعد سنين تجري الايام تلاقي دي خربه بالده وده خارب بالدي وده راح اشتغل في الوظيفه دي اتحبس، فتقول ايه؟ الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لطيف يدري الابعاد والمصالح ويدرأ المفاسد بلطف. الله لطيف بعباده، اعطى بقدرته ما يحتمله قدرك ومنع بقدرته ما يجلب قهرك.